بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زمالك بروكسي. يعني بجد والله، يعني حرام على الزمالك اللي بيعمله في الجمهور. يعني خمسة تمام، مفيش مشكلة، أهداف زي الفل، واتنين وزي الفل. بس المشكلة إن الزمالك يا جماعة، الزمالك عنده مشكلة كبيرة، والجمهور الزملكاوي واعي وفاهم وعارف إن اللي بيحصل في الزمالك ده شيء كبير. الزمالك جمهوره مش هينضحك عليه بالنتيجه. يعني 3-0 في اول 8 دقائق، في اول 10 دقائق زي الفل. حلو قوي المذيع اللي بيذيع ويقول اصل حقه الثلاثه ان اللعيبه تريح. يا جماعه اللعيبه تريح بعد 10 دقائق ربع ساعه؟ هو احنا يعني مش مطلوب اللي ما نشوفش الكلام ده واللعيبه تريح الا في الكره المصريه والدوري المصري؟ وهي لازم انام مريح يخش فيها جوان؟ طب يعني انا مش فاهم. طب انت كسبان 3، ليه ترجع الفرقه تاني معاك في المباراه؟ ليه تلعب انت تحت ضغط؟ طيب جوميز سمع الكلام وشروقه تمام، ولعب بدونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر. طب بتتخانقوا ليه؟ طب اللعيبه بتتخانق ليه؟ ايه المشكله؟ ناصر شاط، جت او ما جاتش ما تسيبها يا عبد الله، ايه المشكله؟ وبعدين ايه اوباما؟ إيه انت كنت عايز تسيبها جون ولا ايه اللي انت طالع تلعب بايدك فين؟ ده في مشكله كبيره. الاهم من كل ده، انت تقعد الشوط الثاني لقيت اخر 10 دقايق عشان تجي لك ضربه جزاء وهميه مش وهميه، مش لكن انت مستني ان تيجي ضربه الجزاء عشان تبقى النتيجه 4-2 خلاص. بروكسي ما عندوش، يعني مع خلاص فقد الامل خلاص ورمى الفوط. ده كمان جاله هو 4-2 الكره بالدفاع، وانا قايل ان الاثنين المدافعين فيهم مشكله. الكره تقطع وينقذها صبحي. تخيل كده لو الكره جت وبقت 4-3 كان الجمهور اتنكد عليه. يا جوميز لازم تبقى في رياكشن، ولازم عبد الله سعيد لاعب ممتاز، لكن لازم يبقى في رياكشن. ما ينفعش كل لاعب واخد الدنيا سداح مداح. اللي ما يبصلوش الكوره لا انا ازعل اخد جنب وعيط. الدنيا مش كده، الكوره تعاون. الزمالك محتاج شغل كتير في الدفاع، محتاج الوينجات، محتاج مقدرين ان زيزو مش موجود، لكن الزمالك محتاج شغل كتير ولازم جوميز يتكلم. النتيجه 3-0، لا احافظ اطلع الشوط الاول 3 زي ما انا قلت. خلاص بقى ريح بقى اللعيبه، ريح عبد الله السعيد، ريح ناصر ماهر. طب وانت بالمستوى ده وانت بتلعب بروكسي كنت متخيل انك تبقى كسبان البلديه؟ يعني متخيل ان الكابتن احمد كشري مع فرقه البلديه بالمستوى ده انت هتكسب؟ طب انت كسبت 3 حافظ، انت كسبت 5، لكن لازم تبقى مواجه نفسك. الجمهور عارف الاداء سيء. وبعدين بقى عايزين نتكلم، انت النهارده بتبدل اللعيبه وبتعمل روتيشن بينهم ازاي؟ ما انت اللي بتزنق نفسك. يعني انت لو مقتنع باللي كنا بنقوله يبقى انت عندك مشكله، انك لازم تبقى عامل حسابك ان عبد الله السعيد وناصر ماهر ودونجا، ولازم تبقى مأمن، ولازم يبقى دونجا بيرجع لورا عشان يقفل مع الدفاع. لازم. في مشكله في نادي الزمالك. المشكله بقى الثانيه تخص اتحاد الكوره. احنا في دور ال 32 ومفيش فار. طب تمام مفيش فار، طب خلاص هات حكام اقوياء، يبقى الحكم قوي، يبقى مش محتاج الفار. وبعدين في الدور ال 32 وبنلعب من غير فار ليه؟ مش لاقي 16؟ ده انت لو بتلعب في نفس التوقيت انت محتاج 16 ملعب. مفيش في مصر 16 ملعب، خلاص العبهم على يومين 8 و8. عيب، عيب ان ما يبقاش فيه فار في كاس مصر في دور ال 32. لازم اتحاد الكوره يحسن